أهلا بيكم في مخمخة، البودكاست اللي اتعودنا إن احنا نتكلم معاكم فيه من القلب. ازيك يا دينا؟ ازيك يا سينا؟ هنتكلم على ايه النهاردة؟ هنتكلم النهاردة على الهدية. الهدية. أصول الهدية هو توبيك أو موضوع يبان موضوع صغير أو مش موضوع، لكنه موضوع جدا. لأن أقصد بإيه موضوع الهدية؟ أقصد الناس اللي بتجيب هدايا تجامل بيها في المناسبات وبتكون فوق مقدرة اللي ادوله الهدية. يعني بتكون كبيرة قوي فبتحرجه. ده أحيانا. بس ده حقيقة فعلا، لأن أنا شفت كتير قوي مواقف. ناس بتبالغ في الهدية اللي داخلة بيها على حد في مناسبة، وبتوصله لمرحلة إن هو يعني مطالب منه يردها ازاي. ما هي دي بقى المشكلة، بيعمل ضغط على اللي بيستقبل الهدية إنه لازم يرد بنفس القيمة. انت كده بتحرجيه، خاصة لو مش قادر يردها وانت عارفة ان هو مش قادر يردها. وبيعمل ضغط كمان على اللي جايبين هدايا انه ممكن تكون هديتك اعلى، فانت كده بتحرجيهم برضو. ايه رأيك في فكرة ان اللي رايحين مناسبة يبقى صاحب المناسبة دي عامل زي لستة كده، زي بيسموها شاور ليست في حالة الناس اللي حامل وهتولد، بالحاجات اللي هو نفسه فيها او عايزها. والليستة دي غالبا ما بتكون فيها اسعار متفاوتة للهدية، فبالتالي كل واحد يقدر ينقي الهدية اللي تناسب امكانياته. الكونسبت ده بحبه، بس هي ساعات بتفقد معنى عفوية الهدية، يعني بتخليها رسمي شوية، فاهمة؟ يعني برضو اللي بياخد هدية ساعات يحب تبقى مفاجأة ليه. بس انا بحب برضو ان انا لما حد يجيب لي هدية يبقى حاجة انا عايزاها وهستخدمها. صح، طبعا كده براكتيكال اكتر. هو الهدف ايه من الهدية اصلا في الاخر؟ صح، لانه الهدف من الهدية ان انت تسعدي الشخص. فاللي انت بتقوليه صح طبعا. ليه؟ لان انت بتقولي هستعملها، فانا لما اجيب لك حاجة انت محتاجاها فعلا هتبقي مبسوطة بيها اكتر من لما افاجئك حتى لو بهدية قيمة جدا واحطك في موقف. طب ما بجد والله، لانه كده انت بتسهلي على نفسك الحياة، بتبسطي الموضوع، وفي نفس الوقت جميع الاطراف مبسوطة. انا عرفت انت عايزة ايه فهجيبهولك واسهل عليا الموضوع، وفي نفس الوقت انت هتجيلك حاجة انت نفسك فيها. بالظبط. فليه ما يبقاش كده؟ احنا لازم نقول بقى احنا ليه اتكلمنا في التوبيك ده، مش عشاننا احنا كمان، علشان الهدايا بتاعت الاولاد في المدارس. انت عارفة ان انا ليه؟ في على مدار 12 سنة مدرسة. صح. انت بتبقي مضطرة تردي بصي كام عيد ميلاد وكام طفل وكام هدية. انت عارفة الموضوع ده لسه كنت بتكلم فيه مع ناس من صحابي اللي ولادهم لسه في سن المدرسة. موضوع أعياد الميلاد بتاعة الأطفال، وطبعا لأن في الفصل كذا طفل فكل شوية عيد ميلاد. في ناس كتيرة جدا يا إما بتبالغ قوي في الهدية، فبتجيب هدية يعني دول أطفال في الآخر، ليه بنبالغ؟ بس في كمان ناس مش عايزة أقول ما بتصرفش، بس بتستسهل، تبعت اي حاجه. انا عايزه اقول لك ان انا شفت زمان في ولادي ناس بتبعت حتى حاجات مستعمله يعني. فللدرجه دي الناس مش مهتمه، انا مش فارق معايا قيمه الهديه قد ما. ممكن تبقى رمزية، ممكن ايوه. تجربة مشتركة، ممكن تبقى حاجة تعمليها يفرحوكي بيها، مش لازم تبقى مادية. خالص، هي احساس ان انت تعبتي في انك تفكري للناس اللي قدامك ده، او الشخص اللي قدامك اللي انت رايحه تجيبي له الهديه دي، هو بيحب ايه فعلا او ايه اللي ممكن يبسطه. يبقى احنا النهاردة بنتكلم على ايه؟ أصول الهدية. يعني لازم كل واحد بيقدم هدية ل... لطفل في المدرسة، صح؟ يعني أنا لما بيكون عيد ميلاد طفل في المدرسة، الأم والأب اللي بينزلوا يجيبوا الهدايا، فلازم يبقوا عارفين إنه الهدية دي طليق، وإن هي سهل تترد من الطرف اللي هم رايحين له، وإنها ما تحطش بقية الأولاد اللي ما يقدروش يجيبوا نفس الهدية. خلي بالك ممكن يكونوا في نفس المدرسة بس مش نفس الإمكانيات ولا نفس الظروف. فأنا بثقل على الأهالي جدا. يعني تخيلي لما واحد بيجيب هدايا غالية جدا لأنه يقدر يجيب كده لأصحابه، فبالتالي بقية اللي ما يقدروش زمايله لما بيروحوا عيد الميلاد ده بيبقوا محرجين جدا، لأنهم بيبقوا داخلين بهدايا أقل منه بكتير. فلازم الأهل حتى لو يقدروا يجيبوا لازم يراعوا كل الحاجات دي. فدي حاجة يعني هو توبيك سريع وخفيف بس مهم جدا، لأن كلنا ما بناخدش بالنا بقى من الموضوع ده. حاجة برضو من الحاجات اللي بقيت بنعملها وشايفة انها بصراحة فكرة هايلة، فكرة الهدايا المشتركة.
بمعنى إيه، النهارده أنا هادخل بهدية صغيرة وواحد تاني بهدية صغيرة، واحدة تانية بهدية صغيرة، فالطفل يلاقي نفسه عنده 500 هدية وغالبًا مش هيستخدمهم كلّهم. طب لو جمّعنا مع بعضينا وجبنا له هدية أكبر وحاجة يستفيد بيها، أكيد فكرة أحلى بكتير. بالضبط. وعلى فكرة إحنا بقى كمان بقينا نعمل كده حتى إحنا الكبار. لو هتحط limit للهدية حتى اللي يقدر يجيب كلّنا اللي يقدر يجيب زي صح، بعض. بالضبط. بالضبط. بس دي فكرة حلوة جدًا، ويا ريت بقى الناس كلّها تطبّقها فعلًا آه. بجد. يا ريت أنتم كمان تقولوا لنا إيه رأيكم في موضوع الهدايا ده، ولو حابين فعلًا فكرة الهدية المشتركة دي.